سلام عليكم. معلش يا جماعة، هو استنادا على بعض المواقف أنا داخلة في صلب الموضوع على طول اللي أنا اتحطيت فيها مؤخرا. أنا عايزة أقول بس طقطقة صغيرة. المشكلة إن أنت عايزها تقلب سكارلت جوهانسون أو مريم فارس بالليل، وأنت عايزاه في وسامة وجنتلة رشدي أباظة أو آسر ياسين، خصوصا بعد الصور الأخيرة. يلا الله يمسيه بالخير بقى كيلفين كلاين. أنت عايزها تتفهم انك مشغول وما ينفعش تقعد تتصل كل شويه او تقولك يلا نخرج يلا نخرج يلا نخرج، وانتي عايزاه مهتم وفاكر وملهوف انه يقابلك. انت عايزها تبقى شبه الست الوالده، وانتي عايزاه بيحبك كده زي ابوكي. يعني مش القصد بالظبط، بس عشان يعني كده الحوار هيبهوأ، واكيد هو مش زي ابوكي، العلاقه بينكم مختلفه، تفاصيل زي ده المهم، بس في الغلاوه يعني. انت عايزها بتحب امك وانتي مش عايزه تقابل امه يعني اصلا. انت عايزها تسيبك تخرج مع اصحابك وتلعب بلاي ستيشن وتعيش حياتك هرتله من غير خنقه، وانتي عايزاه تاني مهتم وفاكر وملهوف انه يقابلك. انت عايزها تحل عن سماك بس تيجي معاك لدكتور السنان، عشان هما المرتبطين طبعا لازم يروحوا لدكتور السنان سوا، مش عارفه لو مش مرتبطين طب بيروحوا لدكتور السنان ازاي؟ تمام. وانتي عايزاه يواسيكي عشان قطه بنت خالة عمك ماتت في حادثه عربيه وهو مش حاسس، وده شيء insensitive completely insensitive. انت عايزها تحب مزيكة مشروع ليلى، وهي عايزاك تجيب تذاكر لحفلة عمر خيرت زي كل الكابلز اللي لازم يروحوا، عشان كابلز حفلة عمر خيرت يعني طبيعي زي دكتور السنان بالظبط. مش عارفة برضو قبل ما يبقوا كابلز كانوا بيروحوا عمر خيرت ولا ايه النظام. انت عايزها تعتبرك كل حياتها، وانتي عايزاه يعتبرك كل حياته، واللي انتوا الاتنين بقى ما تعرفوش ان انتوا هتلبسوا في الحيطة. ليه بقى؟ عشان الاوفر اكسبكتيشنز ابن الكلب ده هيموت العلاقة، هيموت العلاقة. مفيش علاقة دي لازم تولع من البداية، عرفتونا؟ حتى الكلب اتضايق.